قبل ما يبدأ الفيلم بتاعنا ما تنساش تنزل دلوقتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ملخص جديد هننزله وتنضم للعيلة بتاعتنا، وما تنساش تصلي على النبي. بيبدأ الفيلم بمشاهد من حياة كلب اسمه دينيرو، وبيكون واضح ان صاحب دينيرو اللي اسمه بلو بيعامله وحش علشان يجبره على المشاركة في قتال المراهنات. وبنروح للعربية اللي بيكون فيها عصابة مكونة من 4 أفراد، وبيظهر ان هم هربانين من الشرطة اللي بتطاردهم، لكن بيعملوا حادثة والسواق بيموت نتيجة الحادثة، وما بيكونش فاضل غير 3 أفراد منهم وهم ووكر وستيسي وجيج. وأول ما بينزلوا من العربية بيلاقي نفسهم قدام مكان مهجور، فوقتها جيج بيعرض عليهم ان كل واحد فيهم ياخد نصيبه من الفلوس ويمشي، لكن ووكر بيقوله ان الشرطة موجودة في كل مكان، فبيقرروا يدخلوا يستخبوا في المكان المهجور لحد ما بيلاقوا طريقة يهربوا بيها. ولما بيدخلوا بيكتشفوا ان المكان ده كبير، ده غير ان في حفر كتير في الارض وممكن حد منهم يقع فيها. وبعدها سيتس بيتصل بواحد من معارفه علشان يجي ياخدهم بعربيته، لكن الشخص ده بيقول له ان صورهم ظهرت في كل نشرات الاخبار، ده غير ان الشرطة منتشرة في الاماكن اللي حواليهم، وبيقول له يفضل في مكانه لتاني يوم لحد ما يقدر يتصرف ويجي ياخدهم. لكن المشكلة ان الشخص ده بيطلب 50% من الفلوس اللي هم سرقوها في مقابل ان هو يهربهم. ولما ووكر بيعرف كده بيلوم على جيج لان هو السبب في فشل عملية السرقة. وبنعرف هنا ان هم كانوا بيسرقوا صيدلية، ووقتها جيج سابهم وفضل يدور على ادوية مخدرة لانه مدمن، وبسبب اللي هو عمله الشرطة اكتشفت مكانهم وبدأت تطاردهم. واثناء ما ووكر بيتكلم مع جيج بيلاحظ عليه ان هو مش في حالته الطبيعية، فبيبلغ سيس ويقول له ان جيج مريض، لكن سيس بيقول له ان دي اعراض الانسحاب لان جيج بقاله فترة ما اخدش ممنوعات. وبيأكد جيج على كلام سيتسي وبيقوله ان هو محتاج ياخد جرعة من المخدر، ومع ان ووكر وسيتسي بيكونوا رافضين، ولكن مفيش قدامهم حل تاني، وده لان جيج ممكن حالته تتدهور ويكون عيب عليهم وما يعرفوش يهربوا بسببه. وبيدوله ووكر الشنطة اللي فيها الفلوس والممنوعات، فبياخدها جيج وبيروح يدور على مصدر مية علشان ياخد الجرعة، وبيروح لمكان مخصص لتغيير الملابس، ولكنه بيكتشف ان المية مقطوعة في المكان كله. وساعتها بيلاقي دواليب قدامه وبيستغرب لما بيلاقي أدوية ومنشطات كتير. وفجأة بيسمع جيج صوت قريب منه وبيفضل ماشي ورا مصدر الصوت ده، وبيتصدم لما بيشوف دينيرو قدامه جثة واحد ميت، وبتكون الجثة دي هي جثة مدرب دينيرو. ووقتها جيج بيفهم ان دينيرو هو اللي قتل الشخص اللي مرمي قدامه على الأرض، وبيفضل جيج واقف مكانه من شدة الصدمة لحد ما بيجوا ووكر وسيتسي وبيشوفوا الكلب والجثة قدامه، فبيهربوا بسرعة من قبل ما يهجم عليهم. وأثناء ما هما بيهربوا بتوع الشنطة من جيج، وبيفضل الكلب يجري وراهم لحد ما بيقفلوا عليه باب الغرفة وبيحبسوه جواها. وساعتها بيسمعوا صوت الكلب وهو بيخبط على الباب بقوة، ولحسن الحظ انه معرفش يخرج وراهم. وفي اللحظة دي سيتس بيكون مصدوم ومش مستوعب اللي بيحصل، فبيقول له ووكر ان الكلب ده من النوع اللي بيشارك في قتال المراهنات، والكلب اللي بيشارك فيها لازم يموت الكلب اللي قدامه علشان يفوز، وده معناه ان الكلب ده شرس جدا ويقدر يخلص على اي واحد فيهم بسهولة، خصوصا ان هما مش معاهم اي اسلحة علشان يدافعوا بيها عن نفسهم. فبيقترح سيس ان هم يهربوا من المكان ده بسرعة ويبقوا يرجعوا ياخدوا الشنطة بعدين، لكن ووكر بيقوله ان ده مش هينفع لان الشرطة مالية الشوارع وبتدور عليهم، وبيقوله ان مفيش قدامهم غير ان هم يستنوا في المكان ده لحد ما العربية تيجي تاخدهم. لكن جيج بيقاطعهم وبيكون عاوز يروح يجيب الشنطة وياخد جرعة الممنوعات، فبيتعصب سيس وبيحاول يمنعه لانه لو خرج الكلب ممكن يموته، لكن جيج بيصمم على رأيه وبيكون عاوز يخرج، فبيضربوا سيتس وبيخليه يغمى عليه علشان يمنعه من الخروج. وبعدها ووكر وسيس بيقعدوا سوا وبيتكلموا عن الحيوانات، وساعتها ووكر بيحكي لسيس قصة حصلت أيام شبابه، وبيقوله إن هو في مرة كان بيسرق فلوس علشان يجيب هدية لبنته في عيد ميلادها، ولكن عملية السرقة فشلت، فقرر يسرق سمك من محل حيوانات أليفة علشان يقدمه هدية لبنته، ولكن كل السمك الصغير مات ومفضلش غير سمكة واحدة بس هي اللي عاشت. وبعد ما ووكر بيخلص كلامه بيقوله ستيس ان هو ليه ذكرى مع الكلاب، وبيقول له ان هو كان عاوز يسرق نوع نادر جدا من النباتات اللي بيستخدمها تجار الممنوعات. وبعد شوية بحث عن النباتات دي عرف ان في راجل عجوز بيدرب نوع من الكلاب علشان يشموا ريحة النبات ده ويوصلوا لمكانه بسهولة، فقرر ستيس ان هو يشتري كلب منهم علشان يساعده في عملية السرقة. وفعلا الخطة نجحت وقدر ستيس بمساعدة الكلب ان هو يسرق النبات ده، ومن وقتها وسيتس بقى بيحب الكلاب. وبعد ما بيحكي سيتس قصته بيكتشف ان جيج مش موجود، فبيقلقوا بيدوروا عليه في المكان لحد ما بيكتشفوا ان هو هرب من فتحة موجودة في الجدار،
وهنا بيفهموا ان جيج هرب علشان يجيب شنطة الفلوس والممنوعات. وبنروح لجيج اللي بيمشي بهدوء وحذر شديد علشان الكلب ما يسمعش صوته. ولما بيوصل للشنطة ما بيلاقيش الكلب هناك، فبياخد الشنطة وبينزل من على السلم بسرعة. واول ما بينزل لمكان امن بياخد جرعة من المخدر وبيغيب عن الوعي. وفي اللحظة دي ووكر وستيسي بيشوفوا من الشباك عربية شرطة بتوصل للمكان، وبينزل منها شرطي ومعاه كلب بوليسي، وبيدخل المبنى علشان يدور عليهم. وساعتها دينيرو بيشوفهم لكن مش بيهجم على الشرطي ولا الكلب اللي معاه، وبيختفي من قدامهم. وبيفضل الشرطي يدور في المكان ولكن ما بيوصلش لأي حد من العصابة، وبياخد الكلب وبيمشي. وبعدها ووكر وستيسي بيسمعوا صوت جيج وهو بيخبط على الباب علشان يفتحوله، فبيشيلوا الحاجات اللي حاطينها له ورا الباب علشان يفتحوا الباب بسرعة. وأثناء ما هما بيشيلوا الحاجة بيعرفهم جيج ان الكلب مش موجود، وان هو قدر يجيب الشنطة بسهولة، ده غير ان هو لقى عربية في الدور اللي تحت ممكن يهربوا بيها. وبيعرفهم كمان ان الشخص اللي قتله الكلب معاه مفاتيح العربية. وفي اللحظة دي بيفتح ستيس الباب وبيلوم جيج بسبب اللي هو عمله. وفجأة دينيرو بيهجم على جيج وبيوقعه على الارض وبيعضه. وبعدها بيشوف ووكر قدامه وبيجري وراه، وبيحاول ووكر ان هو يهرب بسرعة ولكنه بيقع وبيتصاب اصابة شديدة. وهنا بيتحرك ستيس بسرعة علشان يشتت انتباه دينيرو ويخليه يبعد عن ووكر. وفعلا دينيرو بيسيب ووكر وبيجري ورا سيتسي، فبيهرب سيتسي منه علشان يدي فرصة لووكر ان هو يخرج ويقفل الباب وراه. وبعدها بيجري سيتسي بسرعة وبيخرج من الفتحة اللي في الجدار، وبيسيب دينيرو محبوس في الغرفة دي. ووقتها بيجري سيتسي على جيجا علشان يطمن عليه، لكن سيتسي بيشوف دينيرو وهو بيخرج من فتحة الجدار وبيجري وراهم. فبيتحرك ووكر وستيس بسرعة وبيسحبوا جيج بسرعة لحد ما بيوصلوا غرفة تانية وبيقفلوا الباب على نفسهم. وهنا ستيسي بيربط ايد جيج علشان يوقف النزيف، فبيشكروا جيج وبيعتذروا عن كل حاجة غلط هو عملها. وفجأة بينده عليهم ووكر لأن هو لقى حاجة مكتوبة على جدار الغرفة، ومن خلال الكلام اللي مكتوب بيعرفوا إن الكلب اسمه دينيرو، وإن هو بيشارك في بطولات القتال للمراهنات وقدر يفوز على كلاب كتير. وبيفهموا إن دينيرو كلب قوي، وده لأنه قدر يكسب مباريات كتير لحد ما وصل للمباراة النهائية. والغريب إن هو في المباراة دي كان بيقاتل ضد كلبين مرة واحدة. وساعتها ووكر بيسأل جيج هو بيحب الكلاب ولا القطط، فجيج بيقوله إن هو بيحب الكلاب أكتر، وبيحكي لهم قصة من أيام طفولته. وبنرجع بالزمن لورا، ووقتها جيج بيلاقي كلب متعور في الشارع وبياخده البيت علشان يعالجه، لكن أبوه بيرفض يخلي الكلب يقعد معاهم في البيت. فبيقرر جيج ان هو يربي الكلب في الحظيرة من غير ما ابوه يعرف. ولان جيج ما بيكونش عارف يشتري اكل للكلب، فبيقرر ان هو ما ياكلش اكل المدرسة ويديه للكلب. ولما بتيجي الاجازة بيروح يسرق اكل من المحلات، لكن في مرة صاحب محل منهم بيشوفه، فبيبدأ جيج ان هو يسرق الاكل من البيت من ورا ابوه لحد ما ابوه بيكتشف اللي هو بيعمله. وفي مرة بيكون جيج رايح عند الكلب وبيتفاجئ ان ابوه مستنيه هناك. وفي الوقت الحالي بيعيط جيج وبيقول له ووكر وستيتسي ان ابوه اتخلص من الكلب ومخلاهوش يشوفه تاني. ومن شدة حزنه بيسيبهم وبيروح يقعد في مكان لوحده وبيفضل يعيط. وفي اللحظة دي ووكر وستيتسي بيكتشفوا بالصدفة ان في غرفة سرية في المكان، ولما بيدخلوا بيلاقوا فيها فلوس كتير، فبيستنتجوا ساعتها ان دي فلوس المراهنات. وبيقرروا ياخدوا الفلوس ويمشوا قبل ما صاحب المكان يجي ويشوفهم. وبيطلب ستيتسي من ووكر ان هو يحط الفلوس في الشنطة لحد ما يروح يبلغ جيج. وبيتصدم ستيتسي لما بيشوف جيج ميت قدامه، وده بسبب ان هو خد جرعة زيادة. فبيتأثر ستيتسي ودموعه بتنزل، وبيوصف جيج بان هو غبي لان هو ضيع نفسه. وهنا ستيتسي بيفتكر حبيبته اللي اسمها جريس، وده لما طلبت منه يبعد عن حياة الاجرام اللي هو عايشها لان هي خايفة عليه من الموت. فبيوعدها ان دي هتكون اخر عملية سرقة هيعملها، وبعدها يرجع لها علشان يكملوا حياتهم سوا. وبيفوق ستيتسي من ذكرياته على صوت ووكر، وبيستعجلوا علشان يمشوا. فبيغطي ستيتسي جيج بالجاكيت بتاعه وبيروح ورا ووكر، ولكنه بيتفاجئ ان ووكر مصاب في بطنه، وبيطلب منه ياخد الفلوس ويمشي لوحده. لكن ستيتسي بيرفض وبيطلع تليفونه علشان يطلب الاسعاف، فبيمنعه ووكر وبيرمي التليفون على الارض. فبيقول له ستيتسي ان هو مش هيمشي من المكان ده من غيره. وفجأة بيفتكر كلام جيج عن العربية اللي هو شافها، فبيبلغ ووكر ان هو يروح يجيب مفتاح العربية من جثة صاحبها، وبعدها يرجع له علشان يهربوا سوا. وبيحذروا ووكر لان الكلب ممكن يهجم عليه في اي وقت.
لكن السيس بيكون مصمم على رأيه وبيقوله ان دي الوسيلة الوحيدة علشان يهربوا. وبيمسك السيس حديدة في ايده وبيتحرك مكان جثة المدرب، واثناء ما هو بيمشي بيفضل يبص حواليه تحسبا لظهور دينيرو في اي لحظة. ولما بيوصل للمكان اللي شاف فيه جثة المدرب ما بيلاقيش الجثة في مكانها، لكنه بيلاقي اثار دم على الارض. فبيمشي ورا الاثار دي لحد ما بيلاقي الجثة جوه غرفة صغيرة في المكان. ولما بيوصل عند الجثة بياخد منها مفاتيح العربية بسرعة، لكن فجأة بيلاحظ ان في جثث كلاب كتير ميتة قدامه، والغريب ان كلها من نفس سلالة دينيرو. فبيتصدم السيس من المنظر وبيكون متأثر جدا لدرجة ان الدموع بتظهر في عينه. وفجأة بيظهر دينيرو قدامه من ما بين الجثث، فبيجري منه بسرعة وبيقفل الباب وراه قبل ما يلحقه. وبيفضل السيس يدور على مكان يستخبى فيه، لكن دينيرو بيفضل يخبط في الباب لحد ما بيكسره. واول ما بيخرج من الغرفة بيجري ورا تسيتسي، وساعتها تسيتسي بيجري بأقصى سرعته علشان يهرب. وفجأة بيشوف قدامه ماسورة كبيرة فبينزل جواها، وبعد ما بيخرج منها بيلاقي نفسه قدام أتوبيسات قديمة، فبيدخل يستخبى جوا أتوبيس منهم. وبيبص في مراية الأتوبيس وبيشوف دينيرو وهو بيعدي من جنبه. ووقتها بيهدى تسيتسي وبيكون فاكر ان دينيرو خلاص مشى، لكنه بيتصدم لما بيشوفه وراه وهو بيجري ناحيته. فبيخرج تسيتسي من شباك الأتوبيس بسرعة وبيطلع فوق الأتوبيس، ودينيرو بيطلع وراه. وبيفضل تسيتسي ينط من أتوبيس لأتوبيس لحد ما بيهرب من المكان، وبيدخل جوا مخزن قديم بيكون عامل زي المتاهة، وبيفضل يجري جوا المكان ده ودينيرو بيجري وراه. وفجأة تسيتسي بيلاقي نفسه وصل لآخر المكان ومفيش أي مهرب، لكنه بيشوف بيانو قدامه وبيستخبى جواه. ولما بيجي دينيرو بيفضل يدور على تسيتسي وما بيلاقيهوش، وبيكون على وشك ان هو يروح يدور عليه في مكان تاني، لكن في نقطة عرق بتنزل من تسيتسي، وساعتها دينيرو بيعرف مكانه وبيفضل يخبط في البيانو لحد ما بيكسره. وبيقعد تسيتسي على الارض وبيغمى عليه، ولما بيفوق بيكتشف ان البيانو وقع على دينيرو واتحشر وسط الحيطان ومش عارف يخرج. فبيستغل تسيتسي الفرصة دي وبيقرر ان هو يهرب بسرعة، لكنه بيسمع صوت دينيرو وهو بيتألم فبيصعب عليه، فبيرجع له وبيشيل حطام البيانو من عليه. وبعد ما بيتحرر دينيرو بيقف قدام تسيتسي وما بيهجمش عليه وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيرجع تسيتسي لووكر وبيحكي له على اللي حصل وبيطمنه ان دينيرو مش هيهجم عليهم تاني. وبعدها بيساعده لحد ما بيوصلوا العربية، لكن اول ما بيفتح تسيتسي باب الجراج بيلاقوا عربية جت ووقفت قدامهم وبينزل منها بلو. واول ما بيشوف شنطة الفلوس معاهم بيضرب عليهم نار وبيقتل ووكر. فبيحزن تسيتسي بسبب موت صاحبه، ولكنه بيشوف بلو وهو جاي ناحيته ومعاه بندقية، فبيهرب بسرعة وبيدخل جوه مكان. وبيتفاجئ لما بيلاقي نفسه قدام باب غرفة كبيرة، ولكن الباب بيكون مقفول بالقفل. وهنا بيدخل بلو وبيفتح النار على تسيتسي، فبيطلع تسيتسي على السلم بسرعة علشان يحمي نفسه، لكن بلو بيضرب عليه نار كتير. فبينط تسيتسي من فوق السلم وبيقع على عربية قديمة موجودة في المكان. وبعدها بيخرج من العربية وبيروح يدور على مكان يستخبى فيه. وفي اللحظة دي بيدخل بلو جوه المكان وبيقف قدام 3 قوارب وبيخمن ان تسيتسي مستخبي تحت واحد منهم. وهنا بيحكي بلو قصته لتسيتسي علشان يسمعها قبل ما يخلص عليه، وبيقوله ان امه كان عندها جنينة قدام البيت مليانة بالزهور الجميلة، وجارهم كان عنده كلب من نفس سلالة دينيرو، والكلب ده كان بيدخل للجنينة وبيدمر كل الزهور اللي فيها، وده كان بيسبب ألم كبير لأم بلو، وكانت بتحزن وبتفضل تعيط بالساعات. وبعدها بتبدأ تصلح الجنينة وتزرع الزهور تاني، لكن الكلب كان بيجي برضه بيدمر الجنينة تاني. فبيقرر بلو ان هو يروح يتكلم مع صاحب الكلب ويعرفه باللي بيعمله الكلب بتاعه، وطلب منه يبعد الكلب عن الجنينة بتاعتهم، لكنه اتفاجئ ان صاحب الكلب شخص شرير ومش مهتم بكلامه وفضل يتريق عليه. والاكتر من كده ان هو خلى الكلب يروح يدمر الجنينة بعد ما امه صلحتها. وهنا بلو بيقرر ان هو ينتقم من الكلب وصاحبه وضربهم بالنار وخلص عليهم الاتنين. ومن وقتها بقى بيضرب الكلاب اللي من نفس سلالة دينيرو وبيخليهم يشاركوا في قتالات المراهنات وبيكسب من وراهم فلوس كتير. واثناء ما بلو بيتكلم بيضرب نار على القوارب، وده علشان يقتل تسيتسي وياخد منه شنطة الفلوس اللي سرقها. وبيكون تسيتسي مستخبي تحت واحد من القوارب دي، لكن قبل ما بلو يوصل لمكانه بيقدر يهرب وبيطلع يجري على السلم بسرعة. وساعتها بلو بيشوفه وبيضرب عليه نار وبيسيبه في كتفه، ولكن تسيتسي بيجري بسرعة لحد ما بيوصل لآخر دور. وفجأة بيلاقي نفسه قدام حفرة كبيرة بيكون تحتها بركة مية، وبيجي بلو بيحط البندقية على الأرض لأن الذخيرة
الذخيرة خلصت وبيطلع مسدسه وبيقف قدام تسيسي واللي بيكون مش لاقي اي مكان يهرب له ويضرب عليه نار، ولكن الطلقة بتيجي في شنطة الفلوس وبيقع من الارتفاع العالي ده وبينزل في المية، وبيستمر بلو في اطلاق النار علشان يقتله، ولحسن الحظ ان تسيسي مش بيتصاب، وساعتها بيشوف قدامه فتحة تحت المية فبيسيب شنطة الفلوس وبيعدي من الفتحة دي، وبعدها بيطلع من تحت المية وبيلاقي نفسه جوه حلبة قتال الكلاب، ولكن بلو بيظهر فجأة وبيضرب تسيسي بالنار وبيسيبه في بطنه، فبيقعد تسيسي على الأرض بسبب إصابته، وبيقرب منه بلو بيكون على وشك إن هو يقتله، لكن فجأة بيجي دينيرو وبيقف قدامهم، ووقتها بيستغرب بلو إن المفروض إن دينيرو يكون ميت أصلا، وبنرجع بالزمن لورا، ووقتها بيكون بلو ماشي بعربيته في الشارع وبيشوف دينيرو قدامه وهو لسه جرو صغير، وبيكون دينيرو عمال يدور على أي حاجة ياكلها، فبيقرر بلو ياخده ويربيه لحد ما بيكبر، وبعدها بيسلمه للمدرب علشان يدربه على القتال، وبعد ما بتخلص فترة التدريب بياخدوه بيروحوا لحلبة قتال الكلاب، وهناك بيطلب بلو من صاحب الحلبة ان هو يعمل مباراة ما بين دينيرو وبين اضخم كلب عنده، لكن صاحب الحلبة بيرفض لان دينيرو حجمه صغير والكلب اللي هينافسه حجمه ضخم ووزنه كبير، فبالتالي الكلب ده هيموت دينيرو في خلال ثواني بسهولة، لكن بلو بيصمم ان دينيرو يواجه الكلب ده، وبيقول له صاحب الحلبة ان هو محترف في تربية الكلاب، وبيعرفه ان هو درب دينيرو على القتال، فبيقتنع صاحب الحلبة بكلامه وبيوافق، وفعلا بيقاتل دينيرو الكلب الاكبر منه، والفجأة هنا ان هو بيهزمه، وساعتها بيفرح بلو وبيقرر ان دينيرو هيشارك في بطولة المراهنات، وبيقدر دينيرو يكسب مباريات كتير، ولكن في المباراة النهائية بيقاتل كلبين من اقوى انواع الكلاب، وللاسف دينيرو ما بيقدرش يهزمهم وبيتعور وجسمه كله بينزف، ومع ان المباراة دي بتكون انتهت بالتعادل، ولكن بلو ما كانش عاجبه اللي حصل وبيطلب من المدرب ان هو هيموت دينيرو، وبنعرف ان ده اللي بيعمله بلو مع اي كلب من كلابه بيخسر، فبينفذ المدرب كلام بلو وبياخد دينيرو على غرفة الكهرباء وبيحط على جسمه مية، وبعدها بيوصل بجسمه كابلين كهرباء علشان يصعقوا، وبيظهر ان دينيرو عض المدرب في ايده وبيخرج من الغرفة علشان يحط مطهر على الجرح، ووقتها بيكون المدرب فاكر ان دينيرو خلاص مات من الكهرباء، ولكنه بيتصدم لما بيسمع صوت جوه الغرفة، وبعدها بيهجم دينيرو على المدرب وبيخلص عليه، وبنكتشف ان الجثة اللي كان واقف قدامها دينيرو في الاول هي جثة المدرب، وبالنسبة له دلوقتي يبقى صاحبه الشرير اللي كان بيعذبه وخلاه يتحول لوحش، وبيظهر ان بلو عارف ان دينيرو عاوز ينتقم منه، فبيحاول ان هو يضربه بالنار ويخلص عليه، لكن دينيرو بيهجم عليه وبيعضه، فبيدافع بلو عن نفسه وبيضرب دينيرو بالنار، ولكن دينيرو ما بيسيبوش غير لما بيخلص عليه، وبعدها بيقعد دينيرو على الارض جنب تسيتسي، فبيقرب منه تسيتسي وهو بيعيط وبيطبطب عليه لحد ما بيموت، وساعتها تسيتسي بيكون حزين بسبب اللي حصل لدينيرو، وبعد فترة بنشوف جاريسا حبيبة تسيتسي وهي واقفة على الشاطئ وبتبص على تسيتسي اللي بيكون ماشي على الشاطئ ومعاه جرو صغير من نفس فصيلة دينيرو، وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتنزل دلوقتي تشترك في القناة علشان نكمل ال1000 مشترك، وما تنساش تصلي على النبي. سلام.